إسماعيل ياسين هو ممثل كوميدي مصري شهير، ولد في 15 سبتمبر 1912 في مدينة السويس. يعد من أبرز فناني الكوميديا في تاريخ السينما العربية. عاش طفولة بائسة وحياة غير مستقرة، حيث لم يكمل دراسته الابتدائية وترك المدرسة عقب وفاة أمه ودخول أبيه السجن، فعمل منادياً أمام محل بيع أقمشة. بدأ إسماعيل ياسين مسيرته الفنية كمطرب، لكنه لم يحقق النجاح المرجو، فتحول إلى تقديم المونولوجات الكوميدية التي حققت له شهرة واسعة. انضم إلى فرقة بديعة مصبني وبدأ يلقي المونولوجات في ملهى بديعة مصبني، مما ساعده على الانتشار والنجاح. شارك إسماعيل ياسين في العديد من الأفلام السينمائية التي حملت اسمه، مثل إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الطيران، وإسماعيل ياسين في البحرية. تميز بأدواره الكوميدية التي أضفت البهجة على قلوب المشاهدين، وجعلته من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي. توفي إسماعيل ياسين في 24 مايو 1972 عن عمر يناهز 59 عاماً بسبب أزمة قلبية.